ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اللهم بارك اللهم بارك. شايفين الحلويات؟ عسل كده، سكر بيدوب كده في بقنا، حاجه كده عايزه اقول لكم ده بيدوب. بصوا يا بنات، هنا عملنا صينيه بطاطس بالفراخ. آه، جبت الفراخ نقعتها في المحلول بتاعها. آه، جنزبيل، ويعني نص معلقه صغيره بتاعت الشاي دي جنزبيل، وليمونتين كده حلوين. وجبت ورق لورا ومعلقتين ملح كبار، وجبت معلقتين سكر كبار، ونقعتهم، خليت المية مغطيهم كده، سبتهم ساعة ساعتين. دي يا بنات اللهم بارك اللهم بارك بتخلي الفراخ كده تنزل في القلب، بحس انها بتسرع سواها، وبحس كمان ان ما فيهاش ريحه زفاره تماما تماما. هنا الفراخ انا كنت عاملاها بجلدها عشان هدخلها الفرن. الفراخ بتنشف يا بنات لو بدون جلد وعملناها في الفرن. اما باجي اشيل الجلد بحطها بسويها من فوق على العين. تمام. هنا بعد ما نقعتها جبت الفراخ بقى، غزغزتها كده بالسكينة، عملت فتحات، و جبت التتبيلة. كانت عبارة عن بصل مفروم وكم فص ثوم مفرومين حلوين كده، وكزبرة ناشفة، وجبت كمان الملح، وجبت الكمون، وجبت كمان المهم جدا 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 هي خلطة الفراخ المشوية، التوابل بتاعة الفراخ المشوية. بتديها طعم اللهم بارك كده، يعني عايزة اقول لكم بتفرق 180 درجة. تحس ان انت واكلة فراخ مشوية على حق في الفحم كده، على الفحم، عارفين. بعدين تحت الجلد بقى وفوق الجلد وعليهم معلقتين زيت. بعدين سبتهم بقى يجي ساعة ساعتين. طبعا عاملة كل ده من الصبح، فمش فارقة بقى، يعني عقبال ما سويتها بتاع كان على ميعاد الغدا. بعدين جبت البطاطس قطعتها شرايح. البطاطس يا بنات كنت عاملة السمك بتاعها ولا تخين ولا رفيع عشان تستحمل معايا السوا وما تتهريش. وجايبة شفشق عصير طماطم، وكمان عليه فلفل وعليه كمون. انا ما بحبش الفلفل كتير يا بنات، لان الاطفال بيحسوا بيه، يعني عيال اختي ما بيحبوش، فما حطيتش فلفل يعني في الفراخ وكده. وهي ما شاء الله يعني ايه، مش زفرة. محلول ده عمره ما يخليها فيها ريحة الزفورة. وحطيت بقى البطاطس وعليها الفراخ كده، وغطيتها بورق فويل. تمام. سبتهم مع بعض شوية ساعة كده عشان البطاطس تشرب شوية من الايه، من التتبيلة. انا بصراحة كنت يعني مش قصدي ان اسيبها، انا كنت بعمل حاجات، لكن معظم الاوقات بدخلها في الفرن على طول. تمام. بعدين دخلتها بقى بورق الفويل في الفرن. شغلت النار على طول وخلاص، استوت على طول. ورحت شايله الورق الفويل، ورحت ايه مدياها مشغله الشوايه كده، وخليتها تتحمر شويه من على الوش. آه يا بنات، يعني اللهم بارك اللهم بارك، الصينيه دي كلها ما دخلهاش غير معلقتين زيت. بس هقولك على حاجه، لو انت عامله دايت، الجلد فيه الجلد اصلا يعتبر دهون، بينزل دهون جامده. انت لو عامله دايت لا، اعمليها فوق الفرن، لا اما اعمليها وما تحمرهاش من على الوش، يعني يا دوب تستوي كده في الكل، وطلعي الصينيه عشان ما تنشفش معاكي. وحاولي اما تيجي تعمليها اعملي يعني هاتي الوزن الوراك او الصدور او الحاجه اللي انت هتعمليها وزن كبير عشان ما تنشفش معاكي.